تخيل معاي انه انت انسان طبيعي، فجأة 3 مليون نسمة قرروا انهم يعبدوك، يعينوك اله ويعبدوك. اي نعم، انت تخيل معايا. استغفر الله العظيم. تعالوا نشوف ايش حصل للشاب الفلسطيني اللي راح يدرس في الهند. انهى خليل الشاب الفلسطيني دراسته عام 1984. بعد ما خلص من دراسته قرر خليل انه يدرس طب، وبعد بحث لقى انه الدراسة في الهند، دراسة طب الاسنان بالتحديد، جودتها عالية ومنخفضة التكلفة. قدر خليل بعد مساعدة الأهل إنه يتجه للهند. فعلا وصل خليل مطار بومبي وما كان يدري إنه مستنيته أحداث سببت ضجة في العالم كله. خليل أخذ قطار عشان يتوجه للمدينة اللي رايح يدرس فيها طب، وهو في الطريق لازم يوقف في كذا محطة ويعدي على كذا مدينة. واحدة من هذه المدن كان فيها رجل يدعي الألوهية وأتباعه 3 مليون نسمة. كبر هذا الرجل في السن وتعب ومرض، وقال لهم يا جماعة الخير أنا حموت. قالوا له كيف يعني؟ كيف أنت إله وراح تموت؟ فقال لهم يا مغفلين، يا دلوخ. والله صراحة دلوخ يعني. قال لهم إن الألوهية تتجسد على جسد، فالجسد هذا إذا انتهى الألوهية تنتقل لجسد آخر، لإنسان آخر. قالوا له طب كيف نعرف الإله اللي حيجي بعدك؟ قال لهم أنا حأعطيكم المواصفات. أول حاجة راح يكون رجل غريب على هذه البلد. الشيء الثاني راح يكون عربي يتكلم العربية بطلاقة. الشيء الثالث حيكون أشقر وعيونه زرقاء أو خضراء، حاجة زي كذا. وفطس الرجال. نرجع لخليل. خليل وهو في الطريق وقف في واحدة من المحطات اللي فيها هذه المدينة. ونسيت أقول لكم نقطة، إنه هذا اللي يدعي الألوهية قال لهم ترى راح ينزل في محطة القطار. فعدد كبير من الناس كانوا منتظرين لمدة جدا طويلة بعد ما مات إلههم، كانوا منتظرين في محطة القطار إلين صادف الوقت اللي شافوا فيه خليل في المحطة. فأول ما شافوا خليل ووجدوا فيه المواصفات اللي أخبرها بها إلههم القديم أو المتوفي، على طول جريوا ناحيته وبدوا يرحبوا فيه ويقبلوا راسه ويقبلوا يديه ويسجدوا له ويبوسوا رجله. استغرب خليل من اللي قاعد يصير وطلب منهم انه يبعد عنه ويخلوه يكمل رحلته. لكن الجماعة رفعوه فوق رؤوسهم، قالوا له وين حتروح يا إلهنا؟ احنا منتظرينك لنا فترة، ما احنا قادرين نعيش بدون إله. وشالوا أغراضه وشالوا الشنط حقته وودوه إلى المعبد وجلسوه على كرسي الإله وأمامه الفواكه والورد وخروا له سجدا. استغفر الله العظيم. خليل ما حب يقاوم ولا حب يبدأ يردد فعل. قال خلينا أشوف إيش الليلة دي، إيش نهايتها، خلينا أفهم إيش وضعهم. خليل بعد مرور ساعات افتهم له وفهم القصة دي كاملة، وإنه هو انطبقت عليه مواصفات الخليفة، خليفة الإله يعني. إيش تتوقعوا كانت ردة فعل خليل؟ هل تتوقعوا إنه قال لا ما يجوز هذا الكلام؟ لا طبعا. خليل قرر إنه يتخلى عن دراسته. أنا إيش اللي وإيش للدراسة؟ أنا عبادي هذيل 3 ملايين نسمة أتباعي، إيش اللي وإيش للدراسة؟ فلوس تجيني من كل مكان وقربان وذهب بمقابل إني أمسح على ده وأبارك في ده وأتفل على ده، ما في أي إشكالية، شغالين يا معلم. خليل أكد للناس إنه هو الإله وطمنهم، قال لهم نعم أنا الإله، بس في البداية كان عندي شوية تشويش حق السفر يعني، ولكن اعبدوني يلا الآن فورا. استغفر الله العظيم. لقانوا ناس مجانين يا جماعة الخير.